السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد فيديو جديد من قناة شهيوات مع إيمان محب. اليوم نقدم لكم هذا الفطور اللي كيجي اقتصادي وسهل ودغيا يوجد معكم في طيلة رمضان بإذن الله. نتمنى أنكم تكونوا دوزتوا رمضان مزيان، ونتمنى ان هاد الوصفات ينالوا اعجابكم. بالنسبه لهنا غادي نشارك معكم هاد العجين اللي غادي نخرجوا منها جوج الانواع ديال المملحات كيف كتشوفوا، هاد النوع وهداك النوع الاخر. وهنا كذلك غادي نشارك معكم واحد الشوربه اللي كتجي خطيره، واحد لاصوب صراحه اكثر من رائعه واقتصاديه من فوق هادشي كامل، لا بالنسبه لها ولا بالنسبه للفطيره اللي وريتكم في الاول اللي غادا تكون بدون فرماج. مهم ما نقولش لكم واحد المذاقات وجد اقتصاديين، وصفات جد اقتصادية. غادي ينفعوكم وغادي يعجبوكم انا متاكده. غادي نشارك معكم كذلك واحد العصير اللي كيجي منعش وصحي واقتصادي في نفس الوقت اللي هو هذا، وكيجي كذلك خاتر. هادو ثلاثه الوصفات اللي نشارك معكم، نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، ونتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك وبارطاج ولي كومونتير ديالكم زوينين، وما تديوش على صوتي راني ضاربني البرد كيف كتعرفوا. ما نطولش عليكم كثر، خليكم مع المقادير والطريقه. غادي نحتاج واحد 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، غادي نديروا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نديروا الملح حسب الذوق، وغادي نديروا معلقه صغيره ديال السنيده بهذا الشكل كيف موضح، وغادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت العاديه، نصف كاس ديال العنبه باش كنعبروا، واحد الحفنه ديال القزبر ومعدنوس. وغادي نعجنوا الكل بالماء دافي كيف موضح في الفيديو. انا عجنت بالمعلقه، ومن بعد باش غادي ندلك بيدي بالمعلقه غير جمعت العجين. صراحه ما بغيتش ندير في العجانه، ملي كندير الخليط في العجانه ما كيبانش لكم واضح. صافي هنايا غادي نبقى نعجن فيها هكايا وكنضيف الماء. العجينه غادي نعجنوها تكون رطبه، تكون زعما عاديه بحال ديال الخبز، ولكن تكون شويه رطبه على ديال الخبز. صافي غادي نبقى ندلك فيها بهذا الشكل كيف موضح. قسما بالله حتى هاد العجين غادي تعجبكم انا متاكده، سهله اقتصاديه دغيا كتوجد، وحتى المقادير اللي غادي ندير في الحشوات غادي يعجبوكم. هاد الوصفات راه اقتصاديه، ما فيهمش الفرماج، لا فرماج حمر ولا كريمه ولا حتى شي حاجه. نخلي لكم حتى تشوفوا، زعما حتى تكتشفوا المقادير والطريقه وكل شيء. المهم انا هنا راه عطيتها حقها في الدليك كيف كتشوفوا، دلكتها مزيان، دخلت لها الهواء مزيان كيف كتشوفوا، حتى ولات عندي واحد العجين اللي كتكون رطبه بداك الشكل. هنا كنردها للبول وكنخليها تخمر حتى ينتفخ الحجم ديالها. هنا ندوزو باش نقادو لاصوب. هنا درت واحد القرعه، ودرت واحد اللفته، ودرت واحد جوج بطاطات، ودرت القرعه حمراء كذلك واحد الكميه زعما كثيره على على زعما المقادير الاخرين. صافي هنا ضفت زيت الزيتون، وغادي نضيف الملح والابزار بهذا الشكل كيف موضح. انا راه درتهم في الطنجره وجاتني صغيره وعاودت قلبتهم في الكوكوط. صافي درت الملح الابزار، ودرت واحد الضويمه ديال مذاق ديال الدجاج او مذاق ديال البقري اللي بغيتو، المهم غير باش كتبن لينا وصافي. ولكن هاد لاصوب راها سهله وكتجي زوينه. صافي انا ضفت هنا الماء فين يطيب هادشي، صافي نخليهم على جنب. هنا غادي ندوزو باش نقادو الحشوه. ناخذ واحد البصله اللي غادي نقطعها بداك الشكل، وغادي ناخذ واحد 200 غرام حتى ل 300 غرام ديال العدانت. غنديروا الملح البزار التحميره الكمون سكنجبير. المهم راه كلشي موضح في الفيديو، لا نسيت شي حاجه ما قلتهاش. غادي نديرو زيت الزيتون وشويه تاع الزيت العادي الروميه، وغادي نديروهم فوق البوطه يتشحروا مزيان حتى يتعلقوا لينا مزيان. غادي نضيفو الربيع، وغادي نضيف واحد شويه تاع الصوص صوجا. فاش غادي نديرهم فوق البوطه غادي نضيف لهم واحد شويه الماء باش يطيب لينا داك الدجاج. ممكن ديروا لادانت، ما كانش عندكم الدجاج ممكن ديروا لادانت، صدر ديال الدجاج كتقطعوه مكعبات بداك الشكل. صافي انا هنا نبقى نشحر فيهم حتى طيح البصله مزيان بداك الشكل، ومن بعد غادي نضيف واحد شويه الماء وغادي نغطي عليهم، نخليهم واحد ربع ساعه حتى يطيب داك الدجاج وديك البصله ترخف معنا وتطيح مزيان. وهنا كيف كتشوفوا كنوريكم باش تنشف الحشوه. من بعد هنا غادي ندوزو باش نقادو واحد البيشاميل اللي كتجي رائعه، وهي اللي كنخدم بها في المملحات اكثريه.
انا البيشاميل ما كنديرش فيها الزبده، كندير فيها الزيت. كنت كندير فيها الزبده ولكن مؤخرا وليت كندير فيها الزيت، كتجيني احسن. كندير تقريبا واحد 3 المعالق تاع الزيت، وكندير واحد المعلقه كبيره تاع الدقيق الابيض، شويه الملح، شويه البزار، ديروا حتى الكوزه انا كنت نسيت ما درتهاش. صافي ومن بعد كنخليهم يتحمروا زعما فوق البوطه، وعاد باش كنضيف الحليب صافي، وكنخليها حتى كتولي عندنا كريميه، وكنضيف ليها كذلك الفرماج. المهم هنايا كيف كتشوفوا راه تعلكات داك الدجاج. هنا ضفت 3 المثلثات تاع الفرماج. هنا هذيك البيشاميل ديالي كيف كتشوفوا ها هي وجدات. هنا الدجاج ديالي تعلك. المهم انا كنصور لكم هكا وهكا. صافي هنا غادي نضيف واحد شويه تاع الصوص صوجا للكريمه ديالي، وغادي نضيف ليها كذلك الفرماج مثلث بهذا الشكل. انا الصراحه كنت باقا ما خرجتش قديت داكشي باش درت هاد الوصفات بداكشي اللي متوفر عندي في البيت. صافي هنايا كيف كتشوفوا درت هذوك 3 المثلثات تاع الفرماج. صافي ضفتهم لهذيك البيشاميل ديالي. هاد البيشاميل ما نقولش لكم كتجي اكثر من رائعه. تما ضفت واحد العطريه ديال الكروفيت، او ممكن ديروا عطريه تاع بسطيلات الحوت حتى هي كتجي زوينه في البيشاميل. صافي هنايا انا هاد العجين حيدت منها داك الهواء، نخرج منها الهواء، وغادي نقطعها كيف غادي تشوفوا. غادي نقطعها مربعات، لا بزاف انا صايمه. غادي نقطعها هكا. غادي نديرها بحال الخبيزات بهذا الشكل، كنديرهم كويرات بهذا الشكل. المهم انا راه كندير هنا غير عيني ميزاني، حيت غير للدار ماشي زعما شي كوموند. ملي كيكون كوموند الصراحه كنعبر باش كيجيو الحبات مقادين، مي هنا غير لداري كندير غير هكا عيني ميزاني وصافي. صافي هنا غادي نكور النصف ديال العجين كامل، غادي نكورو بهذا الشكل، والنصف الاخر غادي نديرو بحال البيتزا. انا الصراحه ماشي بيتزا هذيك درتها، ولكن فطيره اللي كتجي حتى هي رائعه بنفس الحشوه. درنا جوج حشوات مختلفين زعما بنفس العماره، غير هي كتجي مختلفه. وحده كتجي على شكل فطيره، وحده كتجي على شكل بحال كرواسات صغيورين وعامرين. مهم شي حاجه زوينه واقتصاديه في نفس الوقت كيف قلت لكم. صافي هنا غادي نكور كاع هذوك الكويرات. المهم انا هنا خليت الكاميرا خدامه كتصور. صافي كنقطعهم كاملين بداك الشكل، ومن بعد غادي نجيب واحد شويه تاع الدقيق. وغادي نبدا نطلق فيهم بهذا الشكل. هذوك الكويرات كنطلقهم واحد شويه، ما كنطلقهمش بزاف كيف موضح في الفيديو. واحد البنت قالت لي كتسرعي الفيديوهات، راه بامكانك تتحكمي في الفيديو من الاعدادات ديال الفيديو، بامكانك تتحكمي فيه وما تسرعيش زعما. ديريه ثقيل، الا كان هكا كيبانك متسرع ديريه ثقيل. انا كنسرع فيديوهات حيت كيكون فيهم الوقت طويل داكشي باش. صافي هنايا كناخذوا واحد شويه تاع الحشوه ديك تاع الدجاج كنخليوها حتى كتبرد. صافي وكنديروها في داك الجنب، وكنبداو نلويو على شكل بحال الكرواسه بهذا الشكل. ممكن ديروهم خبيزات، ممكن زعما الشكل اللي بغيتو. انا غير بغيت ندير هذا الشكل كيعجبني ديال الكرواسه، كيجي زوين. رانا ديجا حاطه واحد الفيديو قبل بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه. اول فيديو حطيته في القناه هو ديال هاد الحشوات، عفوا ديال الكرواسات اللي كيجيو معمرين بهذا الشكل. صافي من بعد انا راه ضايخه بالناس كنهضر معكم هنايا، والله الا ضايخه بالناس بزز باش كنسجل هذا الاوديو على الفيديو، حيت الصراحه كيكون نهار طويل فيه تماره الخدمه، لي كوموند كيكونوا عندي كتار ما كنساليش باش نصور. اما راه كنصاوب بزاف التشهيوات، غير ما كنلقاش الوقت فين نبقى نصور ونمونطي وداك الشيء. وكيل لقيت التشجيع ديالكم، لقيتكم انكم كتشجعوني كيعجبوكم فيديوهات، غادي نبقى نحاول انني نصور ونبقى نبارطاجي معكم بزاف الوصفات. عندي بزاف الوصفات زوينين نبقى نبارطاجيهم معكم. المهم كثرت عليكم. المهم لا وصلتي اختي هنا ما تنسيش ليا ديك لايك هي اللي كتخلي الفيديو يتشاف اكثر. المهم صافي هنا كناخذوا ديك العجين اللي بقات. كنحاول نطلقها بهذا الشكل بحال الطريقه باش كنطلقوا البيتزا. صافي وكنحاول نبقى نطلقها مزيان ونرخفها بهذا الشكل، كنبقى نورك عليها بصبيعاتي. صافي وكنحاول نخلي واحد القاعده في الجناب تكون شويه واقفه، المهم على الشكل ديال البيتزا كيف قلت لكم. صافي هادشي راه
تاع الزربه. وصفات تاع الزربه اللي غادي ينفعوكم بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين. انا الصراحه مع كنبقى مع المالح وداكشي كنضل خدامه فيه، داكشي باش دغيا كندخل حتى لديك الربعه دغيا كنحاول نوجد شي حاجه اللي تعجب الوليدات وداكشي. المهم هنا راه كنت نسيت ما تقبتهاش وتقبتها غير تقيبات خفاف صافي. وخديت ديك البيشاميل هي اللي غادي نديرها الاولى كقاعده. ما نقولش لكم هاد البيشاميل قسما بالله حتى اللي ذاقها يسحب لي فيها الفرماج حمار نيت. ما فيهاش فرماج حمر، راه فيها غير الفرماج هذاك مثلث عطاها واحد المذاق زوين. صافي هنا كنا ناخذ ديك الحشوه تاع الدجاج اللي بالبصله وداكشي كنفرقوها بهذا الشكل بطريقه عشوائيه كنهبطوها. ممكن ديروا الطون، ممكن ديروا زعما الحاجات اللي نتوما بغيتو، تعمروها باش ما بغيتو. انا عطيتكم الافكار وانتم بدعوا. ممكن ديروا حتى الخضره، ممكن ديروا الدنجال، ممكن فهمتي عطا الله ما ديروا فيها. صافي انا هنا درت كيف كتشوفوا هذاك المايس صافي. ودرت كذلك مطيشه اللي عندي مجففه ولكن انا مرقداها في الزيت العود، حتى هي درتها كتعطي واحد المذاق رائع. هاد المطيشه كتعجبني بزاف الصراحه. صافي جناب دهنتهم باصفر بيضه بداك الشكل، بيضه كامله صراحه طربتها ودهنت بها. ودهنت حتى هادو كذلك دهنتهم حتى هما صافي وخليتهم يخمروا. ومن بعد كنشعل الفران كندخلهم ليهم بجوج، لا بالنسبه لهذيك الفطيره ولا بالنسبه لهاد الفطائر الصغيورين هاد البعلوكات. صافي هنا بالنسبه للعصير غادي ناخذ واحد 3 الجزرات، ناخذ واحد العلبه ديال الفخومبواز بواطه زعما تاع الفخومبواز اللي كتكون فيها يمكن 120 غرام ولا فحال هكايا. وناخذ واحد البنانه وواحد الساشي تاع الفاني وغادي نديروا الماء يكون بارد وغادي نطحنوا الكل. ما نقولش لكم هاد العصير قسما بالله حتى كيجي واعر وبنين وما كتجيش فيه كاع البنه ديال الخيزو. غير الخيزو خاصكم تبردوه مزيان يكون بارد. انا داك الخيزو هو والماء ديالو درتهم فريغو حتى بردوا مزيان عاد باش طحنتهم صافي. وهذا هو العصير ديالنا راه كيجي خاتر وكيجي رائع ما نقولش لكم عليه قسما بالله مذاق زوين وكيخرج لنا حتى الكميه كثيره. هنا دزت باش طحنت لا سوب ديالي حتى هيايا، ضفت ليها واحد 3 المثلثات تاع الفرماج صافي. وهذه هي الفطيره ديالي من بعد ما طابت. شوفوا ديك مطيشه كيفاش كتجي كتعطي واحد المنظر زوين وحتى المذاق. صافي هنا زينت بواحد شويه تاع الربيع، ممكن تزينوا في الجناب بالخوص، ممكن تزينوا باش ما بغيتو او ممكن تحطوها غير هكا كاينه. دابا اللي شاف هاد الفطيره كيسحب ليه فيها الفرماج حمر، ولكن هي راه ما فيهاش الفرماج حمر بصفه نهائيه. كتبان كريميه ومعلكه. وبالنسبه كذلك لهاد هاد لي كرواسون اللي درناهم صغار، هذيك الكريمه تاع البيشاميل درتها من الفوق من بعد ما طابوا واحد شويه خرجتهم وعاودت طليت عليهم من الفوق ورديتهم واحد شويه وطفيت عليهم الفران صافي. حتى هما ما نقولش لكم كيجيو عرفتيه هشاش وكيجيو بنان. وديك الكريمه من الفوق حتى هي كتجي فيها واحد المذاق ما نقولش لكم يا سلام. مهم وصفات راه جد اقتصاديه فعلا اقتصاديه. كيف كتعرفوا كي قلت لكم ما فيها لا فرماج لا والو. يا فضحتينا بعد ما فيها لا فرماج لا والو، ولكن والله ترى ما فيها لا فرماج لا والو. ما عاد الفرماج هذاك مثلث انا كندوي لكم زعما لا فرماج حمار انواع ديال الفرماج الاخرين. صافي هذه هي الفطيره ديالي كيف كتشوفوا راه كتجي زوينه الصراحه، خاصكم تجربوها. مذاق ديالها واعر شي حاجه مختلفه. الناس اللي ما كيبغيوش يديروا هكا الفرماج وداك الشيء جربوا هاد الوصفات غادي يعجبوكم انا متاكده. هنا لا سوب انا حطيتها حتى هي بهذا الشكل. صافي واش نقول لكم لا سوب كتجي كريميه واخا نعيا ما نشكل لكم خاصكم تجربوها. هذاك المذاق ديال اللفت مع القرعه الحمراء مع الكورجيت راه درت غير وحيده. ما نقولش لكم واحد المذاق رائع واكثر من رائع. تما راه زينتها غير بهذاك الوريقه تاع دوك لا تويله دوك اللي كيكونوا في الاحمر والصفر اللي كنصاوبهم شويه الربيع وشويه ديال الكريمه صافي. وهذا هو العصير ديالي
حتى هو نتمنى يكون نال اعجابكم. هنا الصراحه ما سخيتش بكم، غنقول لكم الى فيديو اخر. وإلا عجبوكم الوصفات ما تنساونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وإلا كانوا كيعجبوكم هاد الوصفات كتبوها لي في لي كومونتير. ما سخيتش بكم، الى فيديو اخر، مع السلامه.